الجو البرد ده محتاج سقسقة أو معجنات مع كوباية شاي. يلا بينا نعمل فطاير بالباف بيستري مع حشوة الجبنة والبسطرمة. يلا بينا نشوف هتعمل ازاي. أول حاجة هنجيب باف بيستري، ده بيبقى جاهز في السوبر ماركت. جيبي بقى المربعات اللي هي بتبقى جاهزة كده، أنا مبحبش أجيب المربعات الكبيرة أو القالب البلوك مرة واحدة، واروح حشيه. أنا حشيته جبنة كيري مع حتة زيتونة مع حتة بسطرمة. عندك اوبشن انك ممكن تحشيه شوكولاته، عندك اوبشن ممكن تحشيه انواع تانية من الجبن، عندك اوبشن ممكن تحشيه زعتر، عندك بواقي فراخ، اي حاجه. وطبعا وقفليها حلو كده بالشوكه، وحطيها في صينيه على ورقه زبده. خلصي كل الكميه وتروحي بعدين ضربه بيضه كده بشويه ملح وفلفل اسود ودهنها من على الوش. طبعا ده كله فرنك شغال. هنخلص طبعا الاول البيض، يعني الدهنه دي اللي من فوق ممكن تحطي عليها شويه سمسم، ممكن تحطي عليها شويه الحبه السوداء اللي هي حبه البركه، يعني براحتك. وتحطيها على درجه حراره 200 في الرف يعني مش الاوسط، اللي تحتيه شويه. هيتحمر من تحت وتحي عليها من فوق. هي في ربع ساعه خلصت اساسا كلها. لو انا لغايه كده انا الفيديو بتاعي خلص. ان شاء الله نتقابل مع فيديو تاني.